عايز اجيب مكنة قهوة زي دي، عاملة 40 جنيه. بس في نوع تاني اغلى سيكة بس شكلها احلى، فعايز اجيب دي. في المكن ده، المكن بقى بروفيشنال بس غالي شوية، 309. حراقة دي شوية. في حاجات رخيصة هنا 170، بس انا ماليش في الحاجات دي يعني. كنت داخل المحل ده اسمه بي سي كاريز، كنت عايز اشتري شنطه للكاميرا لان الشنطه اللي معايا السوسته بتاعتها باظت ومش عارف اصلحها، وكنت عايز اشتري برضو ترايبود جديد من اللي هو بيتحط عليه الكاميرا وبتوقفه، اللي هو الستاند مش بتاع الفلوجز. ولقيت الترايبود بس ما لقيتش الشنطه لقيتها غاليه ومش احسن حاجه، فهضطر ابص على امازون. المهم في ناس كتيره كانت بتسالني هو انا شغال ايه في انجلترا، ففي الفيديو ده هقول لكم كل الشغلانات اللي انا اشتغلتها من اول ما جيت انجلترا لغايه الشغلانه اللي انا فيها. بس الاول في شويه حاجات كده انا صورتها من اسبوع في مدينه تانية، كنت رايح تدريب تبع الشغل الحالي اللي انا فيه في مدينه اسمها باث، مدينه كده جميله وشويه لقطات كده هتعجب. فهسيبكم على اللقطات دي دلوقتي. دلوقتي 6 بالظبط، والمفروض دلوقتي اللي انا رايح الشغل، بس انا عندي تدريب في مدينه تانية، فانا دلوقتي 140 دقيقه عشان اوصل محطه القطر، لان انا النهارده هروح بالقطر. وصلنا محطة القطر، لسه فاضل لي حوالي 10 دقايق على القطر لغاية ما يجي. أنا رايح تدريب للشغل بس في مدينة تانية، وفي مدينة أنا كنت عايز أروحها من فترة، فأنا جات لي الفرصة إن أنا آخد التدريب في المدينة دي، فقلت أروح آخد التدريب ومنها برضو إن أنا آخد جولة في المدينة. ركبنا القطر، خلينا بقى نشوف المناظر الجميلة اللي هنشوفها في الطريق، فيلا بينا. وصلنا المدينة، والمدينة باين عليها اللي هي حرفيا جميلة جدا. انا عايز اجيب كوباية قهوة قبل ما اروح الشغل لان انا نايم شوية عايز افوق، فالحمد لله لقيت الكافيه اللي انا بشرب منه على طول هو اسمه كافيه نيرو، فهدخل اجيب لي كوباية قهوة كده على السريع. شربنا القهوة واستبحنا وفوقنا، نقعد بقى ايه في المكان الجميل ده. شايفين الترعة؟ وهنا ده السكوتر، لو محتاج سكوتر يعني وعايز تروح بيه اي حته بتأجره. والسكوتر ده انت ممكن تاخده تركبه تروح بيه مشوار بسرعه، فهو سريع وبينجزك، بالذات لو انت في مدينه كبيره زي المدن دي ساعات بتبقى زحمه جدا، فده ممكن ينجز معاك الوقت. خلصت شغل وحاليا دلوقتي الساعه 5، فاضل لي حوالي نص ساعه لغايه ما يجي ميعاد القطر بتاعي. شايفين المكان حلو ازاي ورايا؟ اقسم بالله مدينه بسم الله ما شاء الله، يعني فيها مناظر جميله جدا، حتى المنظر من هنا ورايا جميل. بس المشكله انكم مش هتعرفوا تشوفوا المناظر دي في الفيديو، لازم درون. هي تعتبر واحده من احلى 5 مدن في انجلترا، ودي كنيسة كبيرة جدا الصراحة وشكلها جميل جدا. هنا المدينة برضو تحسها اللي هي أثرية جدا، فإن شاء الله لما أجي بقى تاني هنا نعمله فيديو بقى كامل عن المدينة وأجيب الدرون وأطيرها. حاليا أنا هروح البيت لأن أنا الصراحة تعبان من القطر، ساعتين في القطر وساعتين تاني هروحهم، و8 ساعات هنا في المدينة، وغير كده في ساعة بعد الشغل اللي انا هستنى فيها القطر، وكانت ساعة برضو قبل ما ابدأ الشغل. فحرفيا بقالي بتاع 14 ساعة ولا 15 ساعة، مش عارف احسب، بس الواحد تعبان والكورس ملل. انت قاعد بقى في الكورس 8 ساعات دول بتسمع واحد عمال يتكلم يبرطم بكلام، فانا نايم. للناس اللي متعرفش، انا خريج صنايع دبلوم 5 سنين قسم كهرباء، وقبل ما اجي هنا كنت حاطط املي ان انا اجي اشتغل كهربائي في انجلترا. بس اول ما جيت طبعا هنا كنت جيت في الكورونا وكان في لوك داون وما كانش في اي حاجه فاتحه خالص، فاضطريت ان ادور على شغلانه تانية. غير كده كانت الشهاده لسه ما جاتش من مصر، ما كنتش لسه اخدتها،
فكنت مستني الشهادة وكنت بدور على اي شغلانة غير الكهربائي علشان طبعا يبقى معايا فلوس، عشان ساعتها ما كانش معايا فلوس كتير. المنظر من هنا جميل جدا. انا على طول كنت بركن تحت، بركن في الدور الارضي، دي المدينة اللي انا شغال فيها، فبركن تحت في الدور الثالث او الدور الارضي ساعات. بس ما طلعتش هنا قبل كده، جيت من يومين ما كانش في مكان خالص، كنت جاي متأخر الشغل، فاضطريت ان انا اجي اركن هنا. فلما طلعت لقيت بقى ايه المنظر الجميل ده. فخلينا نروح البيت الاول ونكمل الفيديو من البيت واقول لكم انا ايه هي اول شغلانة اشتغلتها. فيلا بينا. طبعا اول شغلانه اشتغلتها هنا في انجلترا كانت المخازن. قعدت فتره طويله في المخازن، وانا اول ما جيت هنا انجلترا زي ما قلت لكم كان في لوك داون والدنيا كانت مقفوله خالص، فكانت هي دي الشغلانه الوحيده اللي انا كنت اقدر اقدم عليها وبرضو اقدر اتقبل فيها بسهوله جدا. واول ما جيت هنا برضو قعدت حوالي 3 شهور او اقل سيكه من غير شغل، بسبب اللي ما كانش فيه شغل خالص، ومعظم الشغلانات كانت يا بعيدة يا محتاجة عربية. فاشتغلت في المخازن لفترة اكتر من 1.5 سنة حاجة زي كده، قعدت فترة طويلة يعني في المخازن. وبعد كده قررت ان انا اغير الشغلانة بتاعتي واشوف شغلانة احسن واريح، لان شغلانة المخازن كانت تعب شوية. فتاني شغلانة اشتغلتها بعد ما سبت المخازن كانت هي الكول سنتر. هتلاقي شغلانات كتيرة هنا في انجلترا كول سنتر، وهي بتبقى معظمها سيلز ومعظمها بتبقى تبع المستشفى، اللي انت بتحجز ميعاد للعيانين اللي هم ييجوا المستشفى او يروحوا للدكتور، حاجات زي كده يعني. انا اشتغلت في السيلز كول سنتر، والصراحه ما قعدتش فيه فتره طويله، يعني خدت لي شهر او اكتر من شهر، حاجات بسيطه، وبعد كده ما روحتش تاني. الكول سنتر كان مريح، انا حرفيا كنت قاعد في المكتب زي كده على كرسي والسماعات في وداني وفي تليفون. طبعا السماعات بتكون متوصلة بالتليفون، حد بيرن عليا بكلمه برد عليه، بيبقى عايز يشتري حاجات فانا ببيعها له. وكنت شغال مع كذا كلاينت، بس ما قعدتش في الشغلانة كتير لان لقيت الشغلانة مش هي افضل حاجة. هي مريحة وكانت جميلة وكل حاجة، بس مشكلة مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم من خلال التليفون، بتلاقيهم بيتكلموا معاك بطريقة مش كويسة. فعشان كده ما قعدتش في الشغلانة دي كتير. يمكن كان في كول سنترز احسن، بس انا الكول سنتر ده عقدني من اي كول سنتر او شغلانة كول سنتر في حياتي. وبعد كده قلت ادور على حاجة احسن واشتغلت الشغلانة اللي انا فيها حاليا. انا حاليا رايح الشغل، وهاخدكم معايا كده جولة صغيرة جوه الشغل واقول لكم انا شغال ايه. الاكل جاهز، نبدأ ناكل شوية مكرونة كبدة. بعمل شوية كبدة الصراحة ملهمش حل. اهم حاجة في الشغل هي كوباية القهوة، فهنحط دي كده. الناس بقى اللي عايزة تعرف انا شغال ايه، انا شغال في H&M محل هدوم. طبعا كلكم عارفين H&M، فهي دي شغلتي الحالية. فخلينا بقى اقول لكم ليه انا اشتغلت في H&M. اول ما سبت الكول سنتر رجعت على المخزن تاني، وساعتها بقى بدأت ادور على اي شغلانة تانية غير المخزن وغير الكول سنتر. فساعتها قدمت على كذا شغلانة، والشغلانة اللي اتقبلت فيها كانت H&M، وهي بعيدة يعني، هي اصلا في مدينة تانية. الشغلانة تاخد مني 40 دقيقة سواقة رايح، ومثلا ممكن ساعة راجع عشان ساعات بتبقى زحمة، بتاخد منه وقت طويل. اضطريت ان انا اشتغل فيها عشان اخد خبرة، والخبرة دي تقدر تساعدني ان انا مثلا بعد كده لو اضطريت ان انا اسيب الشغل الاقي شغلانه كويسه. وانا الصراحه مش عارف ايه اللي انا ممكن اعمله في الفتره الجايه، فلو في اي جديد هتعرفوا في الفيديوهات. فلسه الصراحه مش مستقر هعمل ايه بعد كده، بس انا متاكد منه ان انا مش هفضل في H&M يعني لمدى الحياه. هي H&M يعتبر بالنسبه لي فتره هشتغل فيها وهسيبها. المهم
الفيديو بتاعنا خلص على كده، فلو انت مش مشترك في القناة اشترك وادخل تابعنا على الانستجرام وسيب لايك، ده اهم حاجة، اللايك مهم جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. وبرضو في الفيديوهات الجاية، مش عارف الفيديو الجاي او اللي بعديه، ممكن اقول لكم انا ليه ما اشتغلتش بشهادتي. استنوا الفيديو ده ممكن يفيد بعض الناس منكم، فاشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.